الحمد لله بعثتنا وصلت بسلامة للأراضي التونسية، وكابتن محمود الخطيب وهو بيسلم على اللعيبة كده فخر ما بعده فخر. ده رئيس جمهورية، ده مش رئيس نادي بس. لكل فريق بقى طبعا نقاط قوة ونقاط ضعف. بالنسبة لنا احنا مثلا انت تخاف وتقلق من رامي ربيعة لما يجي يجري في مشوار جري مع احد اللعيبة، ممكن يقتلك وانت ورا الشاشة، وهو بيضرب تسلل يضربنا احنا واحنا ورا الشاشة. فالواحد بيقلق من رامي ربيعة. على مستوى الترجي بقى في حدث ولا حرج، الترجي عنده اخطاء كبيرة جدا، الترجي عنده نقاط ضعف كتيرة جدا نقدر نستغلها في مباراة الذهاب ونحسم مباراة التأهل. مبدئيا كده انت هتلاعب فريق الترجي بيلعب دلوقتي الادوار النهائية في المجموعات عندهم في الدوري، هو اول المجموعة بتاعته. هو 17 نقطة، الفريق اللي بعده 12 نقطة اللي هو الاتحاد المنستيري. على مستوى النتائج الترجي تعادل مع تاني المجموعة اللي هو الاتحاد المنستيري، اتغلب من الملعب المالي ثالث المجموعة، غلب طبعا اخر مباراة اللي هي النجم الساحلي اللي ما حققش ولا فوز، غلبوا 3-2 في دوري المجموعات بصعوبة شوية. تقدر تقول برضو حاجة تانية مهمة جدا على مستوى بقى نتائج دوري ابطال افريقيا، الترجي لعب 6 مباريات في دوري المجموعات، كسب 3 مباريات، تخيل منهم اخر مباراتين في دوري المجموعات هو فاز فيهم من 3 مباريات، اتعادل 2 خسر 1. فبالتالي راح لعب بعدها اسك طبعا بعد ما تاهل من المجموعه، اتعادل على ارضه 0-0، وراح اتعادل هناك على اسك 0-0 وكسب بضربات الجزاء. لعب بقى صن داونز، قدم مباراه كبيره جدا ومباراه مهمه، وتحترمه من هنا ان هو غلب صن داونز ذهابا وايابا 1-0. مباراتنا قدامه هتبقى مباراه صعبه، لكن تقدر تلعب على نقاط الضعف ونقاط القوه بالنسبه لك تحقق فوز. وهنا بقى انت هو يخاف منك ويعمل لك 1000 ومليون حساب، لان الاهلي فريق تقيل جدا، فريق قوي جدا. بص على الاهلي في كل مركز عندك 1 و2 و3، فده اللي مميز الاهلي. وانت بتلعب بقى 5 نهائي على التوالي، فكل ده بيصب في صالحك ان انت عندك معنويات عاليه جدا، عندك شخصيه بطل كبيره جدا، ولاعيبتك بقت متمرسه. فنامل ان شاء الله التوفيق يكون من نصيبنا. حابب بس اقول ان احنا عايزين نقيم الترجي في مباراه الذهاب بتاعته قدام صن داونز، لان ده هيكون خير مثال ان الترجي هيلعب قدامك بيها، ان هو ممكن يرمي لك الكوره ويلعب على الهجمات المرتده ويستغل زي ما بقول لك رامي ربيعه نقاط الضعف بتاعك. مبدئيا عايزين الخط الخلفي بتاعنا يطلع بالكوره كويس جدا من ورا. بص مباراه صن داونز الخط الخلفي بتاعهم كان نقطه ضعف كبيره جدا في المباراه ديت، وكان سبب في ان صن داونز ما يطلعش كسبان. بس خليني اقول لك ان صن داونز لما بيجي يلعب الاهلي بيلعب بتوفيق مليون في المية وحظ 7000%. وبص هي هجمتين يروح للجون، كرم ما بعده كرم من ربنا لما بيجي يلعبك صن داونز. وفي نفس الوقت صن داونز بيحترمك احترام كبير جدا، فبيقدم مباراه كبيره جدا قدامك. لكن بصوا في مباراه صن داونز الخط الخلفي بتاعه مهلهل جدا، بيطلع له الكوره ما كانش بيقدر يضرب التهلهل والفجوات اللي كانت موجوده بين خط الوسط وخط الهجوم والخط الخلفي. كان في شوارع عند الترجي ما قدرش يستغلها لاعبي الخط الخلفي بتاع صن داونز، وبالتالي كان بورات ويليامز في الاخر الكره بقى تطلع اوت، الكره تتقطع تتعمل هجمه، فده كان موجود في المباراه كتير جدا. الحاجه الثانيه صن داونز كان بيلعب كرات طويله جدا في عمق الدفاع، كان الدفاع بقى مسهلها جدا وعامل بركه حلوه جدا لصن داونز. قلبين الدفاع سواء بجره واللاعب الثاني اللي معاه مش برياح تقريبا مش فاكر اسمه قوي، لكن تقدر تقول ان كان عندهم ضعف كتير جدا في ان هم يضغطوا على اللعيبه، بيسيبوا اللعيب بيوقف الكوره ويصوب وعنده زاويه تمرير احسن من كده، وبالتالي كانت نقاط ضعف جدا قلبين الدفاع عندهم ياسين برياح ومرياح وبجره. فنقدر نستغل ده في مباراتنا كويس جدا. وسام ابو علي ريح المباراه اللي فاتت، عم كولر كان عنده حق ان هو يريحه، يحتاجه في المباراه دي جدا، هيبقى محطه كبيره جدا، وفي نفس الوقت يقدر يلعب عرضي بين الخطوط كويس جدا وبريحيه شديده جدا. وبقى بيرس تاو وحسين الشحات يقدروا يستغلوا الاطراف كويس جدا. الترجي لما كان بيلعب قدام صن داونز كان مقرب خطوطه كتير جدا، ولما بيجي يلعب على الاطراف ملعبه كان بيبقى مفتوح، فانت تقدر تلعب مرتدات سريعه عليه جدا وبسهوله جدا وتستلم الكره براحتك جدا. فنأمل ان شاء الله نص الملعب بتاعنا اكرم توفيق ومروان عطيه وحسين الشحات الثلاثي ده بالتحديد يقدم مباراه عمره، وتستمتع وانت بتلعب المباراه ديت. وكذلك محمد عبد المنعم بس بدون ثقه زياده، نقدر ان احنا نضرب الخطوط بتاعتهم ببعض اللمسات السحريه جدا جدا جدا. مبدئيا زي ما بقول لك لازم ما بتطلع بالكوره يكون عندك ابداع في الكوره، ما بتبقاش خايف، لا تقدر تلعب الكوره بسهوله جدا، تضرب الخط الارتكاز بتاعهم. في بعض الكرات في الشوط الثاني صن داونز كان بيضرب نص الملعب وتلاقيه انفراد،
احد الكرات صن داونز بيطلع اهوت، الخطوط فجوات كبيره جدا ومساحات، لاعب الارتكاز بتاعهم نايم، الكره بتعدي منه بسهوله، هوب صن داونز رايح ناحيه الجون والكره جون. بس لاعبي صن داونز طبعا زي ما بقول لك بس قدام مباراه الاهلي وحوش في الملعب، فالواد كان بيحط الكوره في السما فوق. الحاجه الثانيه زي ما بقول لك، لما كانوا بيلعبوا كرات طوليه صن داونز كتير جدا في قلبين الدفاع، قلبين الدفاع ما كانوش بيضغطهم، اللعيبه بترتاح بتستلم الكره باريحيه شديده جدا، عنده زاويات تمرير، كان بيشوط الكره تطلع في السماء. فده نامل ان شاء الله في مباراه بكره باذن الله ان احنا، او يوم السبت باذن الله، ان احنا نستغل كل كوره تجيلنا وما نرحمهاش. عم كولر مطالب طبعا، هو شاهد مباريات كتير جدا لصن داونز، وسمعنا انه شاهد 8 مباريات. انت تقدر تستغل بقى بيرستاو وحسين الشحات، التصويب من خارج المنطقه، تريح الكره لامام عاشور، مباراه هتبقى امام عاشور للعب بين الخطوط وضرب بقى الخطوط ديت، هتكون ابداع من امام عاشور، بس يكون فايق ورايق في المباراه دي ان شاء الله. ونامل من عمو كولر يكون مجهز اللعيبه. حاجه مهمه جدا، انت هتلاعب الترجي، الغتاته كلها بتبقى موجوده في شمال افريقيا، استقبلنا استقبال كويس وعلاقتنا بهم كويسه جدا، لكن ممكن تلاقي بعض التصرفات الصبيانيه وهوب طوبه بقى في الازاز بتاعك توتر اللعيبه. ما احنا في غنى عن الكلام ده خالص، وارد يحصل الكلام ده، فلعيبتنا تكون مؤهله نفسيا مثل هذه الافعال. نامل ان شاء الله ان احنا نخش المباراه فنيا جاهزين واقفين على رجلينا. هتلعب قدام 30,000 مشجع، مش الاستاد هيبقى مليان على الاخر، تقدر تستغل ده ان انت تمسك المباراه كويس جدا، تتنقل الكرات بسهوله جدا، تستغل حاله الضعف بتاع خط الدفاع ولاعب الوسط بتمركزك للكوره وتحكمك في الكوره، تقدر تسجل هدف اول ربع ساعه. كل ده او كل الضغوطات هتروح من عليك وتصدر للاعبي الترجي، وبالتالي تقدر تستغل بقى حاله عدم الفوقان عندهم ونسجل هدف. نامل ان شاء الله ان احنا نستغل ضعف خط الوسط اللي عندهم، ضعف خط الخلفي بتاعهم والخطوط اللي موجوده ما بينهم والشوارع اللي موجوده ما بينهم، يستغلها امام عاشور، يستغلها حسين الشحات. التصويب من خارج المنطقه مهم جدا 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 على حارس صغير لكن حارس ممتاز جدا زي مصطفى شوبير. نامل ان شاء الله الدكه بتاعتنا تكون قويه ومجهزه فنيا، سواء بقى رضا سليم، سواء قفشه، سواء كهربا، سواء ايا يكن مين هيبقى موجود معاهم، ياسر ابراهيم الشناوي، يكون عامل دفعه قويه جدا جدا جدا. نامل ان شاء الله من عم كولر ان هو يكون فايق، ما يتاخرش في التغييرات. لعيب عندك فاتح زي محمد هاني، جبهه مفتوحه، ارمي كريم ندفد هناك بقى، ارمي اكرم توفيق هناك، المهم يكون تصرفك سليم ودخولك دقيق جدا وما تتاخرش على اللعيبه جوه في الملعب عشان ما تفكش والسبحه تفرط منك. ده نتمناه من عم كولر. عم كولر بيفاجئنا ببعض بقى الكرات الحلوه. كان عندك وقت اهوت من بعد مباراه البلديه ان انت بتجهز اللعيبه كويس جدا، تقدر تعمل لك بقى جملتين ثلاثه في المباراه ديت، شفناها كتير جدا في الفاولات اللي كانت في مباراه الاتحاد، في مباراه الجونه. مباراه البلديه كانت مباراه مهمه جدا لينا، ان انت قدامك فريق متكتل دفاعيا بيلعب بخشونه زايده. الاهلي قدر ان هو يفوز ويحقق فوز حلو جدا في مباراه البلديه في وقت قاتل جدا. فنامل ده ان شاء الله نستغله بكره. عندنا دفعه معنويه كبيره جدا، لعبنا مباراه بضغط عالي جدا، فبالتالي لاعبتنا كانت جاهزه فنيا وبدنيا. فلذلك الترجي يخاف منك، ما تخافش منه، العب، هتكسب، هتحقق البطوله. قادرين ان احنا نحسم النهائي من مباراه الذهاب ان شاء الله، ما نفرطش فيها زي ما فرط فيها صن داونز وان هو ما يتاهلش مباراه رادس. حاجه اخيره، هتلعب مباراه الاياب عندك زي ما بنقول، حقق نتيجه ايجابيه تكون مهمه جدا بالنسبه لك وتحتفل في وسط جمهورك. ما شفناش من بقالنا فتره كبيره جدا بنهرم لمثل هذه اللحظه، احنا نرفع في الكاس في القاهره ان شاء الله. ربنا يكتب لنا التوفيق، ربنا يكتب لنا الفوز، ربنا يكتب لنا الانتصار ان شاء الله، نحقق ال 12 يا اهلي.